السلام عليكم، مساء الخير. مرحبا بكم في قناتي. في لا فيديو تاع اليوم جبت لكم بيتزا كاري. ما كاش اللي ما يحبهاش، يحبوها كبار وصغار، بزاف بنينه وغير مكلفه، يعني بحوايج متواجدين في البيت. تقدري تحضريها، حتى المايونيز تقدري تحضريه في المنزل. كنت شاركت معكم وصفة تاع مايونيز، راح نحطها لكم في رابط في صندوق الوصف. هي والعجينة. أول حاجة نديروها، عندي هنا نص حبة بصلة كبيرة نقطعها مربعات صغار. إلا ما عندكش حبة بصلة كبيرة ديري يعني حبة متوسطة. نقطعوها كاريات صغار بهذه الطريقة. من بعدها راح نحطها في مقلاة فيها زيت، تتقلى مليح مليح وتذبل. بعد ما تذبل راح نضيف لها ايضا، خلطت لها هنا فلفل اخضر نقطعه ثاني مربعات صغار نضيفوه معاه. هنا خليو كما قلت لكم بصله تتقلى شوي باه نضيفوا الفلفل. ما تنساوش ديروا هنا زوج فصوص 3 تاع الثوم، راح يزيد لها في البنه. لا عاد ثوم كبير ديروا زوج، ولا عاد صغير ديروا 3 حبات، 3 فصوص. يتقلى مليح في هذاك الزيت مع البصله حتى يذبلوا. من بعد راح نضيف لهم كما قلت لكم الفلفل. هي لاصوص عاده تاع البيتزا تجي غير بالطماطم مرحيه مع الرند، شويه زيت، فلفل كحل برك، وشويه طماطم مصبره. انا هنا حبيت نغير شويه في البيتزا، درت يعني درت الحشو تاعها، درته بالفلفل والبصله والطماطم مقطعين مربعات، راح تجيب لينا بزاف ويجي ذوق تاعها مختلف، يعني بيتزا جزائريه. نضيف هنا معها كما قلت لكم حبه فلفل مقطعه كاريات، نضيفوا معها ايضا ورقه تاع الرند، يتقلوا مليح. نضيفوا هنا التوابل، عندي الملح، مغرفه صغيره تاع الملح، عندي ايضا كزبر وفلفل كحل. فلفل كحل اختياري، اللي ما تحبش ديروا ما ديروش. نضيفوا ايضا ملعقه صغيره فلفل احمر، نخلطوها مليح. وراح نضيفوا ايضا ملعقه صغيره طماطم مصبره. راح تخليوها تطيب على نار قليله. بعد ما نضيفوا طماطم مصبره وطماطم حب، خليوها على نار هادئه. نديروا ليها المغط. ما تنساوش ديروا عليها هنا كي تديروا الطماطم، ديروا عليها فنجان تاع الماء باه تذوب لكم مليح مليح. وتكمل طيب لكم البصله والفلفل كما راكم تشوفوا. يعني هذا البيتزا اسهل منها ما كانش، والاهم شيء انها تجي بنينه. ضفت انا حبه كبيره تاع طماطم وقطعتها ايضا مربعات. نخليوها تتقلى في غرضها والطيب. من جهه اخرى نروح نحضروا العجينه كنت حضرتها، ما حبيتش نصورها لانه كنت صورتها من قبل. اللي حبت تشوف العجينه كيف حضرتها، راهي تجي بزاف طريه، تجي ما شاء الله روعه. نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف، تلقاوها في فيديو كنت حضرته من قبل. العجينه بعد ما خمرت لي هنايا مباشره نحيت لها، يعني عاودت نحيت لها التخمير تاعها. ومن بعد مباشره حللتها في البلاطو نفرش بورق الزبده. من الاحسن فرشوا بورق الزبده ما تثقلكمش، تعطيكم تحميره مليحه. بعد ما حللتها كامل على البلاطو، جبت هذيك لاصوص بعد ما نشفت طبعا، ما تخليوهاش جاريه، نشفوها من لاصوص باه العجينه تاعكم ما تعجنش. نوزعوا كامل الحشو على العجينه هذه. هذا المقادير، هذا يعني درت مقادير تاع قرصها برك، يعني اللي تحب دير اكثر ضاعف المقادير. درت هنا زيتون اسود، نديروها طيب على 200 درجه. كي تشوفوها حمارت نديروها في الرف الوسطاني، كي تشوفوها حمارت نحيوها. هنا ربيت عليها بيض مغلي، درت 2 حبات بيض مغلي. يعني بيتزا سامبل اقتصاديه عائليه وتشبع، يعني كي تاكلي طرف زوج تشبعي، راح تكفيكم كامل ان شاء الله. انا درت معاه هنايا حساء، درت حساء تاع العدس الاحمر، رافقتها مع البيتزا هذه، يعني ما درتهاش وحدها. نحاول نوزع هذاك البيض كامل. ومن بعد نديرو هنا فرماج رابي،
انا فرماجة رابيشي تاع الميزان وربيتها على فوق البيض. من بعد راح نزيد عليها المايونيز وتكون واجده معنا. اكيد راح تعجب كامل العائله. ننصحك انك تجربيها بطريقتي، راح تنال اعجابك. وما تنساوش خليو لي تعليقاتكم، واللي راح يتشاهد في الفيديو ما تنسانيش بالجيم، هذا الشيء راح يشجعني اكثر. بعد ما خلصت هنا راني قسمتها لكم باه تشوفوها معايا كيفاش جات. هنا راني زدت المايونيز، درته في كيس برك ودرت له خطوط هكذا بهذا الشكل. ومن بعد راح نقسمها معكم تشوفوا كيف جات. ما شاء الله العجينه جات خفيفه وبنينه. نتمنى انها تنال اعجابكم هذا البيتزا الكاري على طريقتي. ما تنسونيش البنات بالجيم والاشتراك في القناة لأول مرة يشوف قناتي. في فيديو آخر وفي وصفة أخرى إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه. سلام.